الفيديو برعاية بلدية حبوب لشحن العفش. حصلت لك شغل ولا شنو يا عطية؟ اشتغلت في شركة بلدية حبوب لنقل العفش. عليك الله شنت اللهجتي دي اشحن علي السودان بدل بنقى يرمي علي في الزبالة. طبعا الشحن مجان لنا. أبو عز الدين، أنا أشوف إنك ترهق نفسك بالعمل زيادة. ليه ما تعطي الشباب اللي معاك يعملوا هاي التقارير؟ يا فيصل، الشغل أنا شغال فوق ده، الشباب ده يستحيل يعرفوه. كده أقعد. أنا اللي رحت وجبتهم وعملت لهم المعاينات بنفسي، كيف تقول ما يعرفون شغل؟ يا فيصل، أنا اشتغلت مع أبوك الله يرحمه فوق 20 سنة، واشتغلت في البنوك محاسب برضه. الناس الدفعة الجاد دي ما ينفعوا إلا مدخلين بيانات فقط. يعني أنت تقول أنا إني ما أفهم في الشغل يا يعقوب ولا إيش تقول؟ هذول أنا شفت شهاداتهم بعيني، موثقة ومحاسبين وخريجين جامعات، كيف تقول ما ينفعوا؟ أنا ما بشكك في إمكانياتك ولا بشكك في قدرتك ولا بشكك في شهاداتهم الجامعية، بس الناس دي ممكن يشتغلوا لك الموارد والمنصرف ويقفلوا لك الخزنة، شغل مدخل بيانات فقط ليس إلا. أما شغل التكاليف وشغل الربح والخسارة وشغل المراجعة الداخلية، أن الشباب اللي جبتهم ديل ما يفهموا في الشغل ده، ما يفهموا بالمرة. هنا دورك يا أبو عز الدين، أنت لازم تعلمهم وتدربهم على ذا الشغل كله. يا فيصل، المواد دي احنا درسناها في 2 سنين، انت عايزني اعلمهم في شهر واحد؟ وبالمناسبة انا جبت لك واحد هنا سوداني شهاداته وخبرته راجل مؤهل، وانت رفضته بعد ذاك، رفضت تعينه. تدري كم طلب راتبه كمحاسب؟ انا بالراتب حقه عينت 3 محاسبين. الحلال حلالك والمال مالك، شوف اللي انت عايزه واحنا حاضرين. وترى بمناسبة الرواتب العالية، احنا قررنا كمجلس إدارة تخفيض الرواتب الفوق 10,000 ريال إلى 25%، ومع بداية العقد الجديد اللي عاجبه يواصل معانا واللي مش عاجبه يدور ينقل كفالة. خير يا فيصل، الزارع الله بتقوم في شرع الزلط. إيه يا أبو عز، مين اللي زعلك؟ ما في زول مزعلني، الأمور كلها طيبة. يا عمي سيبك منه، ده واحد عيل ما يفهمش بالشغل. أنت قصدك فيصل الواقف وراك ده عيل؟ يا نهار أزرق، ليه كده يا أبو عز؟ أبو فيصل طلع من ساعة عشان تحرص وتبطل غيبة ونميمة في الناس. يا عمي ده مش فاهم، جايب لنا شوية بقر وحمير يقول لك ده المحاسبين. كده سيبك من المحاسبين، القرار بتاعه اللي قالوا ده بتاع تخفيض المرتبات ده هل هيطبقوه فعلا؟ بقول لك ايه، انا اللي سمعته 50%، لكن لو اتطبق كلام دي انا هقدم استقالتي على طول. يا راجل سرحان كده مالك؟ ولحد الآن ما غيرت هدومك. يا عشا، في موضوع مصيري وعايز اناقشك فيه. سجمي، ما تكون عرست فوقي. يا مرجين اللي جننك، الواحد عمره 100 سنة وبرضه لسه تفكر رجلي يعرس فوقي. لا زي ما بقول المثل، كل واحد في همه إلا جحا وعمه. ما أمك تنبح فيك الزمن ده كله، عرس جيب أخو لولدك الوحيد ده. يا بابا انا ما دار لي اخو ولا اخت، كمان يجي يطايقوني في جوالاتي دي. اللهم طويلك يا روح يا ولد، تخارج من هنا، تخارج تشبه امك كده يا اخي، انا ناقص فلسفة منك كمان. يا راجل ما من عوايدك، الحاصل شنو؟ يا مرة باختصار وبدون تفاصيل، أنا حقدم استقالتي وماشيين السودان نهائي. سجمي، خبر السواد ولا واد؟ أريتك كان قلت عرست عليه. يا مرة قولي بسم الله، السودان ببيتك وبعربيتك، الناقصك شنو فيه؟ نرجع للحر والبعوضة وناس داخلين وناس مارقين والزحمة والجوطة. السودان ده أنا ما بستحمله، إجازتي ذاتها كنت ما بكملها وبقطع فيه نصها. يعني لو قعدنا هنا 100 سنة ما مصيرنا نرجع يوم عز الدين. مالك؟ في شنو؟ الحاصل شنو؟ ليه عاوز تقدم استقالتك؟ يا بنت الحلال، طبعا أبو فيصل توفى والأولاد مسكوا الشغل ودارين نخفض رواتبنا ل50%. 50% دي ماكلانا ومشربانا، أقبل بيها ساي ولا نعمل خروج نهائي؟ والله انت ما عندك مخ، غلطان انا ذات البشاور فيك. يا مرة انت فاكرة الموضوع هيجيب على 50%؟ اخيرا الواحد يتوكل ويتخارج بكرامته. واي علي يكر علي، انت لما تصر على حاجة ما بتغير رايك. يا ابو عز الدين،
ليش رفضت العقد اللي جالك على الإيميل؟ شوف يا فيصل، عقدي فيه تخفيض للراتب بمبلغ ريال واحد، أنا مو موقع عليه. وإيش فيك؟ ترى كل اللي في الشركة عملنا لهم تخفيض للراتب. شوف، أنا بتكلم عن نفسي وما عندي دخل بالباقيين. أي تخفيض للراتب أنا ما حاقبله. خلاص، والله ما كان بودي أوصل لذا المرحلة، لكن يوسفنا إننا نبلغك كرئيس مجلس إدارة إننا استغنينا عن خدماتك. كل الخير، والزارع الله بتكون في شرع الزلط. يا شعبان، فينك الحين؟ ايوه يا باشا، انا جالس على مكتب يعقوب. شوف، ترى يعقوب خلاص خروج نهائي، عمل لي جردل العهدة وتسليم وتسلم، وجهز لي خروج طرف وابعته للاتش ار، قول لهم خروج نهائي. حاضر يا باشا، دايق وخلصهم لك على طول. يا بنقة، أنا منتظرك عند الشركة، عليك لتعال نبي عربيتك. ايوه يا حاج يعقوب، بأنك ده طلع يجيب لي حاجات ونسى الموبايل في البيت. خلاص، لما نرجع كلمه، أنا واقف قدام الشركة، خليه يجي يوصلني البيت بعربيته. سلامات، ما لا عربيتك ما تكون مبنشرة ولا متعطلة؟ لا مبنشرة ولا معطلة يا الطيب، أنا عملت إنها خدمات والناس ديل استلموا عربيتهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحاصل شنو يا حاج؟ قدمت استقالتك ولا انهلك عقدك هم؟ باختصار يا الطيب، الناس ديل والدهم يتوفى ويستلموا الشباب ديل الشغل ويوقعوا تخفيض في الرواتب للناس كلها. أنا من دون الناس رفضت يخفض راتبي، فوصلنا لمرحلة إني ما بقدر أكمل معاهم وأنهيت عقدي. يا أبو عز الدين، السعودية دي ممر والسودان مغر، كلنا راجعين السودان، بس بيتين ما معروف. الحمد لله انت امورك ظابطة في السودان، ببيتك وبعربيتك وعندك راس مال، امورك طيبة ومجيها. يا زول، الفيها خير يسويها ربنا. بس حتحيرنا في عزومة يوم الجمعة يا حاج، ما حنلقى لنا زول كريم زيك كده يعزمنا مندي يوم الجمعة؟ شقيت ميحنك يا الطيب، كده خلينا نمرق من البلد دي سالمين غانمين. الليلة إلا أفضي المسدس ده في راسه.